اي لغه في الدنيا متقسمه لتو بارتس. اي لغه ان شاء الله الصيني، ياباني، هندي، اي حاجه. اوكي طيب التو بارتس دول عباره عن ايه؟ البارت الاولاني فيه 4 مهارات اللي هو الفور سكيلز بتوع اي لانجوج. البارت التاني خاص باللانجوج اتسلف اللي هو لما باخد فوكاب جديده، فوكابلاري، وباخد كمان معاها الاستراكشر اللي بقول عليه طبعا الجرامر. تمام. طيب بالنسبه للمهارات، هم 4 مهارات عندنا في اللغه، في اي لغه. تمام. مهارتين بقول عليهم استقباليتين او بقول عليهم بالانجلش receptive skills اللي هم listening والreading. اوكي. والمهارتين التانيين بقول عليهم productive skills اسمهم speaking وwriting. طيب ليه بقول ليه هو متقسم لي كده؟ ليه في receptive skills وليه productive skills؟ لان انا هنا الريسبتيف معناها ان انت حضرتك بتستقبل اللغه. طب انا بستقبل اللغه ازاي؟ بسمع وبقرا. اوكي. طيب عشان اعمل بقى production، عشان اطلع انا كل ده، انا بسمع كتير، بقرا كتير، بخزن في الكاش ميموري. طب انا عايز انا اللي اعمل، انا عايز انا اللي اقول، عايز انا اللي اكتب. فهبتدي كل ما هسمع، كل ما هقرا، كل ما انت هتطلع اللغه افضل. هتلاقي نفسك في الاخر عملت سبيكينج ورايتنج، لان كل ده اتخزن عندك، ومع مرور الوقت هتطلع الكلام ده كله. طيب انا طورت في ال4 مهارات، بس انا ما عنديش فوكاب كويس، الاستراكشر بتاعي بايظ. لا دي مشكله. اجي بقى للبارت التاني بتاع اللغه، ان انا لازم يكون الاستراكشر بتاع الجمله مظبوط، ان الكلام مظبوط مش غلط. اوكي. ترتيب الجمله نفسها، الكلمات محطوطه في مكانها الصح. تاني حاجه لازم ابقى عارف الازمنه، التنسز، امتى استخدم البريزنت، امتى استخدم الباست، امتى استخدم الفيوتشر. طبعا وده يندرج تحتهم حاجات اخرى. انت عندك بقى البريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس والبيرفكت اند سو اون. تمام. طيب وما ينفعش برضو ان انا بقوي اللغه وفي نفس الوقت ما عنديش فوكاب، بستخدم نفس الكلمات طول الوقت. تمام. يعني مثلا كلمه زي important for example، الناس ما تعرفش ان ليها synonyms تانية. طب ما انا بدل ما اقول important ما اقول crucial مثلا. تمام. فلازم يبقى عندي كم فوكاب مختلف اعرف ان انا اطبقه واستخدمه. فلازم تبقوا عارفين اللغه بتتكون من ايه، عشان تبقوا فاهمين اشتغل على ايه وايه اللي ناقصني انا محتاجاه. في ناس تقول لي انا الليسننج عندي مش تمام، مش بفهم اللي بيجي يتكلم. بس ارجع كده اقول له لا، احنا كده عندنا مشكله كبيره، لان انت لو مش بتفهم الناس اللي بتتكلم يبقى احنا عندنا مشكله في حاجات تانية. تمام. فبشتغل على ال4 مهارات كويس عشان انميهم، لان ما ينفعش مهاره انميها والتانية اسيبها. لا، لازم مع الاستراكشر ان هو يبقى مظبوط، مع ان انا يبقى عندي حصيله كلمات مناسبه. وخلي بالكم حصيله الكلمات مش شرط تبقى كلمات بس، انا لازم ابقى عارف بعض الاكسبريشنز، بعض الايديومز. مهم جدا ان انا يبقى عندي مختلف او كلمات مختلفه، اكسبريشنز مختلفه، ايديومز مختلفه and so on. اشوفكم المره الجايه.